أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صنف الإعلام، الحقيقة ما يمكن قوله أشرت إليه السيدة الوزيرة، ولكن بعجالة أقول استخلصت كلمتين سواء في الملتقى أو في اللقاء اليوم، وهو قضية نموذجا. في الجزائر كانت نموذجا خلال الثورة التحريرية، فتبعها كل الأفارقة من أجل التحرر من الاستعمار، واليوم الجزائر نموذجا في إيصال المعلومة عن البشاعة التي قام بها الاستعمار على البيئة الجزائرية، وهي نموذج أيضا حتى يقتدى بها كل الأفارقة وغير الأفارقة أيضا في هذا المجال. إذن الملتقى كان ثريا، وكما أشرت من قبل السيدة الوزيرة أنه عبارة عن نافذة ومصطلح جديد في قضية ربط الذاكرة بالذاكرة البيئية، ولكن بنظرة أخرى، ليس فقط من خلال الوثائق والشهادات، ولكن نربط هذه الذاكرة بالجانب العلمي التجريبي في المخابر وفي القياسات العلمية التي يمكن أن نتعرف من خلالها على عمق جرائم المستعمر على أرضنا وعلى بيئتنا. إذن عملية التحاليل تبين مدى بشاعة وما هي السموم التي زرعتها فرنسا في أرضنا وفي بيئتنا، وأيضا حتى تكون لنا حجة قوية نرفع بها ربما أمام المحافل الدولية للدفاع عن حق الذاكرة. نحن ربما لا نريد تعويض من فرنسا، ولكن نريد الاعتراف بالشهادات العلمية هي التي ربما تساعدنا في ذلك. إذن عمل ليس محدود في الزمان والمكان، لأنه راح يدفعنا إلى ملتقيات أخرى وإلى بحوث أخرى، العزم على كل القطاعات من أجل تضافر الجهود حتى نصل إلى نتيجة مفيدة، حتى نقوي ما ندافع عليه وما هو اهتمام رئيس الجمهورية المجيد تبون في قضية حسن الذاكرة والحفاظ عليها من جوانب مختلفة تاريخية وبيئية. شكرا جزيلا. طبعا في ختام هذا اللقاء، وبعد إعلاننا بمعية زميلي وزير المجاهدين وذوي الحقوق على تنصيب اللجنة الوطنية للذاكرة البيئية الاستعمارية، طبعا لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم في بلورة هذا المشروع، وأخص بالذكر أيضا شكر خاص لمجهودات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني على كل مجهوداته فيما يخص تفكيك الألغام، وكذلك استصلاح العديد من الأراضي وإرجاعها إلى قطاع الفلاحة وإلى الفلاحين بكل نقاء. وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل لكل المساهمين، وطبعا الفضل يرجع إلى إرادة ووعي السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي منذ تنصيبه كرئيس للجمهورية ومنذ توليه رئاسة البلاد وهو يحث ويركز على ضرورة حفظ الذاكرة الوطنية وتأسيس اليوم الوطني للذاكرة، طبعا لوعيه وقناعته الراسخة بأن جيل المستقبل يبنى بأصله التاريخي، وأن الحفاظ على أمانة الشهداء واجب وطني تتناقله جيل بعد جيل. إذن أشكر الجميع على الحضور وعلى المشاركة، وكذلك وأتوجه بالشكر الجزيل إلى سيد مستشار السيد رئيس الجمهورية على دعمه لهذه المبادرة، والشكر موصول دائما إلى زميلي وأخي السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق على احتضانه لكل المبادرات الرامية في سبيل المحافظة على ذاكرتنا الوطنية، لا سيما ذاكرتنا البيئية. أتمنى التوفيق لأشغال هذه اللجنة ولعملها
أكيد قبل أن ننتقل إلى العلم والتقنية أكيد نحن في حاجة إلى جمع كل الشهادات الحية، كل الوثائق التي تجرم الاستعمار في المجال البيئي، ثم نعمل مع إخواننا في البيئة وفي مختلف القطاعات على إعطائها المدلول التقني من خلال عمليات مختلفة، عمليات المسح البياني التي تهدف إلى أخذ عينات من أراضي مختلفة مستها جرائم الاستعمار من أجل دراستها والخروج بأدلة دامغة تبين أن جرائم الاستعمار هي جرائم حقيقية، وهي جرائم أقل ما يقال عنها أنها جريمة ضد الإنسانية، جريمة ضد الذاكرة، وهي جرائم بيئية مستأجرة.